ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم جلسة لمناقشة موضوع هام مع مجلس نواب قريتنا ميت الرخا ومدرستنا رقم 1. طبعا دول اعضاء مجلس نواب قريتنا ميت الرخا رقم 1. النهارده بعد تحية مديرنا الفاضل وزملائي اعضاء هيئة التدريس واعضاء مجلس نواب قريتنا ميت الرخا رقم 1 سوف نقدم لكم جلسة لمناقشة موضوع هام وهو الزيادة السكانية. مشكلة الزيادة السكانية مشكلة خطيرة جدا ويجب مناقشتها ومعرفة اسبابها ونتائج. اولا، ما هي الزيادة السكانية اعزائي الطلبة والطلبات؟ ثواني بس انا اقول. الزيادة الطبيعية زيادة معدل المواليد عن الموارد المتاحة، وذلك يسبب اسباب احدى معوقات التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة. يبقى احنا عرفنا اعزائي الطلبة والطالبات معنى كلمة الزيادة الطبيعية. نناقش ازمة او مشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية. في مشكلتين اعزائي الطلبة والطالبات الحضور الكرام، هي مشكلة الأمية ومشكلة البطالة. مشكلة الأمية هي عدم معرفة القراءة والكتابة. البطالة الأطفال الرجال في سن العمل ولا يعملون. طبعا الزيادة السكانية تعتبر من أهم معوقات تحقيق التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة، وقامت الدولة مجهودا عظيما لأجل القضاء على الزيادة السكانية. بعد خلاصة الندوة هنعرف انت كطالب هتعرف تعمل ايه. اول حاجة يبقى احنا عرفنا ما هي الزيادة السكانية. اول حاجة نتائج او ان المشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية. نيجي بقى على حلول او جهود الدولة لعلاج المشكلة السكانية. اول حاجة